هل كل الأزواج ينفع ليهم حقن مجهري ولا في أزواج ما ينفعش معاها عملية الحقن المجهري؟ سؤال مهم. هل كل الأزواج ينفع ليهم حقن مجهري ولا لأ؟ طبعا هو الحقن المجهري ده عمل طفرة في علاج تأخر الحمل، وتقنية من ساعة ما اتوجدت وهي عاملة فرق رهيب جدا في النتائج، لدرجة ان في احد اساتذتنا وهو بيشرح لنا انا دلوقتي اي مريضة ممكن تحمل. هو في الواقع الموضوع مش كده، يعني هو الموضوع انه باب معين ربنا فتحه لنا، فعلى قد ما الباب ده اتفتح احنا عارفين نشتغل فيه وعارفين نكون سبب في ان ربنا سبحانه وتعالى يكرم الناس دي بالانجاب ان شاء يا الله. رب يعني اللهم آمين. اكيد طبعا في ازواج ما ينفع لهمش. يعني لما يجي لي مثلا زوج ما عندوش حيوانات منويه خالص، الخصيه بتاعته ما بتنتجش خالص، فصعب ان انا اعمل له اي حاجه، وصعب انه يكون في علاج اصلا لحالته. يجي لي زوجه مثلا عندها فشل مبكر في المبيض، ولو اني ما بحبش استخدم الكلمه ديت، ولكن بيجي لنا بعض الناس عندهم مخزون المبيض تقريبا صفر. في الحاله ديت انا مش هقدر اعمل لها حاجه. عندها رحم كويس وعندها استجابه كويسه كهرمونات، لكن المبيض بتاعها ما عندوش اي قدره على ان هو ينتج بويضات. وللاسف برضو دي من اكتر الحاجات اللي بتحسسنا انه يعني بنبقى متعاطفين جدا مع لما تجي مثلا بنوته عندها مثلا 22 23 سنه، والمبيض بتاعها تقريبا مبيض واحده عندها 55 سنه، مش هنبقى عارفين يعني ده حصل ليه وهل كان يمكن تجنبه ولا لا. ولكن بنسبه كبيره جدا ده حاجه وراثيه زي ما قلنا في اول الحلقه، حاجه مش هي ملهاش دخل فيها، ولا في حاجه معينه هي عملتها ادت لان ده يكون موجود عندها. بيسموه علميا الفشل المبكر للمبيض. في الحاله ديت هي ما عندهاش او المبيض بتاعها ما فيهوش قدره على ان هو ينتج اي بويضات. دي برضو من الحالات اللي احنا ما بنقدرش نتعامل معاها. في حاجه كمان برضو، السيدات اللي مولودين من غير رحم. يعني ممكن مريضه يكون عندها مبيض كويس قوي، عندها قدره على انتاج البويضات كويسه قوي، ولكن هي مولوده من غير رحم. الموضوع دوت يعني في نقله شويه حصلت الفتره اللي فاتت، ان هم قدروا ان هم يعملوا عملية زرع رحم من سيدة تانية علشان تقدر تحمل في الرحم المزروع يعني. لكن لسه نتائجها ضعيفة جدا، ما وصلتش لمرحلة انها تبقى يعني حاجة قوية وبتتعمل في البلاد كلها والكلام دوت. لسه نتائجها محصورة على دول معينة، وحتى الدول المعينة اللي نجحت فيها حالات تتعدى على الايد الواحدة. يعني دي الحالات اللي ممكن تكون ما ينفع لهمش، انما بنسبة كبيرة الحل دوت حل افاد ناس كتير قوي قوي يعني.